يعني مثلا إفطار نهار رمضان لمن سافر، ممكن تسافر ولا تشعر بمشقة، لا تشعر بمشقة، تسافر سفر مريح يعني بحيث أنه لا يصيبك جوع ولا مخمصة ولا عطش ولا أي شيء. العلماء على جواز الفطر، مع ذلك يمكن تفطر، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا إذا مطلق، ما قد سفر بعيد، سفر شاق، سفر متعب، لا، سفر قريب ولا بعيد، طويل ولا قصير، سفر اللي تسمى في الشرع سفر، ما سمي سفرا فقد جاز لك أن تفطر فيه. فإن لم تفطر لا بأس، لا يقال صيامه باطل كما يقوله بعضهم، لا أبدا، الصيام صحيح، لكن على الإجمال وجب الدخول في الرخصة، وهذا هو الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بمعنى أن لو أن شخصا قصد أن لا يدخل في رخصة البتة، قال أنا سيدي الدين ديالي غنخدم فيه غير العزائم، هذا يصبح آثما حرم عليه، ويخشى أن لا تقبل عبادته. يمرض ما يفطرش مرة قاع، يعني يسافر ما يفطرش مرة قاع، يجرح أو يقع على شيء يتوضأ ويغتسل لا يتيمم، يعني كيدير إضراب على الرخص، هذا معارضة ومناقضة لقصد الشارع. لما؟ لأن الاستمرار السر فين كاين؟ لأنه كيكون هذا بسببه، السبب ديال الشيء سببه الجهل لا أقل ولا أكثر. إذا كنت تريد أن تدخل في العزائم وأن لا تعبد الله إلا بالعزائم، بمعنى أنك تريد أن تبقى على الدين مستمرا، فإن قصد الاستمرار على الدين، لأن الدين شرع للأبد وللاستمرار، فإن قصد الاستمرار لا يتم إلا اللي عنده هذا الهاتف الله يكرمه ويسده ما يجزيك خير. يعني شوف هذه القضية الهاتف الله ماشي باش مكان، يعني هذا زعما يتعلموه المؤمنين راه بحال الصباط. اي والله، يعني بنادم اللي كيقرا صباطه في الجامع خص الهاتف يسدو، يعني فعلا هذه مسألة، هذا شيطان، نقول بصراحة شيطان إبليس ابتلانا الله به في هذا الزمان. يعني غير دخل الجامع سد الهاتف، واللي عنده عاد القدرة يخليه في السيارة ولا فاش ما عنده عسل، على الأقل يسدو، على الأقل يسدو. يعني هذه مسألة ستولي يعني شيء، لأن فتنة، هذاك الشيطان كيدخل مع بنادم للجامع. تعلموا الناس يسدوا الهواتف ديالهم بحال الصباط، كما كرنا الصباط ليه كذلك الهاتف نسدوا. فقلنا هو مخالفة لقصد الشارع. لما؟ قلنا لأنه إذا كان الإنسان يريد الدخول في العزائم وحدها، وعلم أن الشارع قصد أن تستديم العزائم، الأصل في التشريع هو العزائم باش تكون دائما، فلما علم الله من الحكمة سبحانه وتعالى في أن الإنسان الناقص النسبي الضعيف لا تستمر عزائمه إلا بالرخص، أوجب الرخص على سبيل الكلية لا على سبيل التفصيل والجزئية على الإنسان. لما؟ لتستمر عزائمه، بمعنى حتى تحافظ على الوضوء والاغتسال وجب أن تتيمم، لأنه لا دوام للوضوء ولا الاغتسال إلا بالتيمم حينما تحدث أسبابه. أما إذا صار الناس بغض النظر عما قد يقع في خيالك من المرض والموت، صحيح هذا تقول ودي لا اغتسل وهو مريض أو هو غيموت مثلا، ممكن، ولكن هب أنه لم يموت، ماذا سيحصل؟ سيستثقل الناس الدين وينقطعون. بمعنى تقول لي أنت تدخل هذا الدين وجب عليك أن تغتسل فيه في القر وفي المرض وفي كل شيء، يقول لك أخي هذا لا طاقة لي به، وقد أتدين يوما يومين شهرا شهرين عام ثم أنقطع. لو كان دين الإسلام عزائم فقط لكان الدين قد انقطع منذ جيل الصحابة ولم يستمر إلى اليوم، ولكن سر استمرار الإسلام أن عزائمه أقيمت خيامها بأوتاد الرخص. الخيمة
إذا تريد أن تقيمها بأوتاد وأسباب وحبال فتلك الأعمدة الكبرى هي العزائم والأوتاد التي بها تشد الخيمة وأوتادها وأعمدتها أوتادها الرخص. فالرخص وظيفتها، وهذا الذي قد يجهله الجاهل، قلت هو في بداية الأمر هو جهل، وظيفة الرخصة حماية العزيمة. هذا كالقاعدة، وظيفة الرخصة إنما هي حماية العزيمة. فمن ترك الرخصة فهو في حقيقة الأمر يهدم العزيمة من حيث يدري أو لا يدري. لكن قلت يجوز في لحظة من اللحظات أن تترك رخصة ما، ممكن لا بأس، لكن أن يكون لك قصد وأن تكون لك عادة في مقاطعة الرخص فمعناه أنك تقاطع العزائم جملة وتفصيلا. ولهذا يصير إتيان الرخصة واجبا فعلا على الإجمال وليس على التفصيل. أنا قلنا على التفصيل قد وقد، لكن بصفة عامة وجب للإنسان أو على الإنسان أن يعتقد أنه من حين لآخر إن عرضت له عارضة ووقع له سبب من أسباب الرخص فعليه أن يأتي الرخصة. تسافر أياما وتفطر، وتسافر أياما أخرى ولا تفطر، لا بأس. والحديث الصحيح كنا نسافر أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام فمنا المفطر ومنا الصائم أو غير المفطر ولا يلوم أحد أحدا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. بمعنى أن يعني الرخصة موجودة، هي مفتوحة، يجب أن يعلم الناس أنها باب مفتوح، وأن الذي لا يأتيها يعني صاحب العزيمة ليس أبدا بأفضل من أتاها، ليس بأفضل، بل في بعض الأحيان يصبح إتيان العزيمة ضربا من الكسل في بعض الأحيان. أعطيكم مثال، هذا يعني يخالجني أنا شخصيا من حين لآخر. يكون في رمضان وعندك يعني سبب من أسباب الترخص، مرض خفيف أو سفر أو كذا، كيجيك الشيطان يقول لك لا تفطر، لأنك إن أفطرت تبعك وجوب صيام يوم بعده. اش حاسك أنت وهذه المسألة؟ صم حتى لا تصوم بعد اليوم. فهذا ضرب من الكسل وضرب من القصد السيء الشيطاني لا أقل ولا أكثر. فلهذا إذن يعني نظام الإسلام في تقدير الأفعال مقدور عليها وغير مقدور عليها مبني على قصد من مقاصد الشريعة أصيل، وهو استمرار الدين في الأفراد وفي الأمة. ولهذا السر جاء تكليف ما لا يطاق مرفوعا من الشريعة، وكذلك تكليف ما فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.